حتى قبل الهوا حضرتك كنت في حاجه غريبه جدا. ليه؟ مهمة. لانه معناها الدوله كانت بتستعين بالعائلات دي وبكبارها لاخفاء نقص الشرعيه وغياب الاساس الديمقراطي للحكم، ولان يبقى ودول موجودين شاء الاخوان او السلفيين او غير السلفيين او الليبراليين او مش عارف ايه، كل التيارات اللي موجوده دي مساله ابنيه القوى التقليديه موجودين في البرلمان شئتم ام ابيتوا، فبالتالي بيلجأوا ان هم ياخدوا بعضهم. طيب نروح لاكتوبر 6 اكتوبر، وزميلتنا آلاء نبيل رصدت بعض المخالفات اللي موجوده في عمليه التصويت. صباح الخير عليك يا آلاء، ايه المشكلات اللي عندك؟ صباح الخير يا دعاء. اللي بيحصل دلوقتي ان في كتير من اللجان وشفناها في المرحله الاولى بتبقى عباره عن لجان شعبيه او ائتلافات من اهالي المنطقه بتساعد في عمليه التنظيم. اللي حصل ان هنا في اكتوبر في اكتر من لجنه واكتر من مقر انتخابي ان بعض الائتلافات دي بتبقى تابعه لتيار او لحزب معين. فهي لما بتدخل وسط الناس على اساس ان هي بتنظم العمليه الانتخابيه ممكن تقول للناس روح انتخب كذا وده رمزه كذا. اللي بيحصل ان الناس دي جايه على اساس انها هي ائتلافات، لما بتيجي بتختار حد معين تدخل تتكلم معاه او ان هي تحاول تاثر على رايه، دايما بتركز على الناس ذو طابع البسيط اللي هي بيسهل ان هي تاثر عليهم. لما بيجي حد تاني مثلا يرفض اي من المحاولات دي ويقول لهم يا جماعه ما ينفعش، بيبداوا كل الائتلاف او كل اللجنه الشعبيه تتجمع حول الشخص ده ويقولوا لا ده ما حصلش، انت اللي فهمت غلط. فيبدا الشخص اللي هو شايف الغلط ده يتراجع عن اقواله او يحس ان هو الوضع كان مش صح بالنسبه لي. نعم. في مخالفات اخرى يا لا؟ بخلاف ده في ناس الائتلافات دي بتقعد قدام اللجان باللابتوب اللي انا كنت عارفاه ان اللجنه العليا للانتخابات منعت ده قدام اللجان، بس لا دلوقتي برضو في كتير من اللجان بيقعد عليها قدام اللابتوب ويقولوا للناس لجانكم كذا واماكنكم كذا. المفروض ان ده جزء من الائتلافات. لجانكم كذا ورقمكم كذا وبس ولا وانتخبوا فلان؟ ما هو المفروض بقى الائتلافات بتقول لهم لا انتخبوا كذا. ده جزء من الاحزاب السياسيه او بعض التيارات السياسيه في اشكال جديده للدعايه الانتخابيه. نعم، يعني الادوار مقسمه، يعني حد يدور في اللابتوب على الرقم ويبعته لفلان اللي هيقول له انتخب المرشح الفلاني. آلاء نبيل من 6 اكتوبر، شكرا ليكي. وطيب نرجع بس نعلق الاول على المخالفات اللي موجوده في العمليه الانتخابيه وبعد كده نتكلم بالتفصيل اكتر تاني في موضوع الدستور والمجلس الاستشاري والادوار المختلفه. دلوقتي الدعايه يا دكتور ياسر لسه مستمره، انسحاب بعض المرشحين بسبب ان لسه عندنا غلطه رموز ولا ارقام وليله الانتخابات نكتشفها. دي ليها حلول ولا ملهاش حلول؟ بما انها بتتكرر، ده احنا بدانا نحس انها ملهاش حلول خلاص. يعني هي ايه بقى بعد ما تكررت؟ ما انا عشان كده بقول بدانا نحس انها ملهاش حلول. المشكله الاداريه الكبيره اللي هي يعني اللجنه العليا للانتخابات هي اللي بتتصدى العمليه الانتخابيه من الالف للياء. ففي مشكله اداريه وفي ارباك اداري عند اللجنه الانتخابيه العليا للانتخابات اللي بتنظم العمليه الانتخابيه كلها. ما هي الارباك قلنا في المرحله الاولى مفهوم، في المرحله الثانيه كمان ما زال موجود في المرحله الثانيه، وما زالت كل الانتهاكات اللي كانت موجوده في المرحله الاولى موجوده في المرحله الثانيه وان كانت بدرجات اقل. التكتيك اتغير. يعني انا عايز اقارن ما بين اللي قالته الاستاذه آلاء والاستاذ عبد الباسط، ان مثلا هو لم يشهد دعايه انتخابيه في اسوان لان هناك الدعايه الامور من قبل بتتم جوه الغرف المغلقه والدنيا خلاص بتبقى بتتستف بالشكل ده ان القبيله هي اللي بتوجه. عند آلاء في 6 اكتوبر الدعايه ما زالت موجوده قدام المدرسه. اختلف التكنيك عن الجوله الاولى، ان الجوله الاولى كان فيها صوره فجه كبيره بشكل كبير انه في ورقه دواره او في ورقه شبيهه بورقه العمليه الانتخابيه متعلم عليها او في دعايه بتخش لحد جوه اللجنه. اختلف التكنيك انهم بداوا يستخدموا مثلا الاطفال او الاسلوب الشفهي، انه ما فيش يعني بلاش نديله ورقه عشان الورقه دي ممكن تتظبط او كده او تتمسك علينا، خلاص ناخد تكنيك اخر وهو التكنيك الشفهي وكده. يعني احنا بنقول انه في كلتا الحالتين نص القانون ما هواش رادع بالنسبه سواء في اسوان سواء في المدن الحضريه اللي هي ما فيهاش قبليات وعائلات زي 6 اكتوبر. النص القانون لسه مش ما فيهوش رادع. الحاجه اللي انا مستغرب لها انه نص القانون احنا بنفعله بقرار اداري. يعني ازاي نص القانون يبقى موجود في القانون وازاي انا فعله بقرار اداري صادر عن اللجنه؟ ده انا كده بقلل من قيمه القانون نفسه. ده فيما يخص ايه؟ مواجهه الدعايه؟ فيما يخص الدعايه الانتخابيه. طيب ده فيما يخص الدعايه.
لما طلع رئيس اللجنه العليا للانتخابات وقال ان احنا اصدرنا قرار بمنع الدعايه الانتخابيه قدام المدارس. طب ما في قانون يتطبق وليه عقوبه، والعقوبه رادعه، لو اتطبقت مره واحده احسن من القرار الاداري اللي انا كده بهون من قيمه القانون نفسه. فده بما يخص الدعايه الانتخابيه. طيب فيما يخص انسحاب بعض الاشخاص بسبب تغيير الرموز او الارقام، اولا هم انسحبوا خلاص راحت عليهم الانتخابات ولا في ميعاد تاني المفروض ان هم هيلحقوا بيها؟ لا، هو الانسحاب خلاص، يعني هو خرج بره العمليه الانتخابيه خالص، هو بسبب غلطه مش غلطته. بسبب غلطه مش غلطته. المشكله كمان في اسوان نلجأ للقضاء وهيعوض على هذا الاجراء بالظبط. يعني فتكلف الميزانيه العامه للدوله باخطاء ارتكبتها الجهات الاداريه التي تقوم بتنظيم العمليه الانتخابيه وادارتها. وهو اكيد مش هينسحب وكده، لا هو اكيد هينسحب وهيطعن او هيبقى فيه طعن قدام المحكمه الاداريه مثلا، لو هو المفروض ده اتخاذ القانون الاجراء القانون السريع قدام المحكمه الاداريه، واحكام المحكمه الاداريه بتبقى احكام سريعه بتطبق على مثلا بوقف الانتخابات في الدائره دي. الشق المستعجل فيها بالظبط. كان في مشكله كمان في دائره اسوان، مش عارف اذا كانت موجوده ولا لا، وهي مشكله خاصه بحزب الاحرار. على ما اعتقد انه حزب الاحرار ادرج اسمه في قوائم الانتخابيه على انه حزب المصريين الاحرار مش الاحرار. دي كانت موجوده امبارح. فدي ممكن تكون مشكله كبيره، ده ممكن يطعن على العمليه الانتخابيه كلها، لان ما بتديش تكافؤ فرص، لان ما يعني انت بالشكل ده استثنتني من القائمه اصلا. يعني لما يحط المصريين الاحرار بدل كلمه الاحرار، انا ما دخلتش الانتخابات. بالظبط. يبقى انا مش موجود في العمليه الانتخابيه. ده ممكن يطعن على البرلمان ككل. والاخطر من ده انا في تقديري انه مجمل الاخطاء الاداريه والتنظيميه للعمليه الانتخابيه تكشف عن سؤال رئيس، وهو هل مصر تستمر في هذا النظام الذي توافقنا عليه جميعا في فترة الرئيس مبارك، وخاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2000 بأن القاعدة قاض لكل صندوق، لإعطاء هيبة حقيقية للعملية الانتخابية ولكي يكون بالفعل القضاء مسيطر على هذه العملية. في ضوء الأخطاء دي مصر ده حالة استثنائية، وحالة استثنائية ارتبط بنظام استبدادي فاسد ومزور للإرادة العامة للأمة، سواء في الاستفتاءات العامة أو في الانتخابات. طيب مزور من ناحية ان التكنيك هو اللي فيه مشكلة ولا التكنيك ان والممارسة والمراقبة. إذن كان هذا الترحيب الجماعي بأنه قاضي لكل صندوق بحكم المحكمة الدستورية العليا عام 2000. لكن يعيدنا للسؤال الرئيس كما قلت، وهو هل نستمر على هذا الأسلوب أم نلجأ للتجارب المقارنة ونؤسس مؤسسة مستقلة تقوم بإدارة الانتخابات؟ هذا ما هو معمول. هي اللجنة العليا للانتخابات المفروض ان هي غير مستقلة؟ لا، ليس الموضوع ليس هذا. هي لجنة مستقلة، لكن هذا النمط من الأخطاء، هذا النمط من محاولات تسييس المؤسسة القضائية أو تسييس الجماعة القضائية في مصر، أعتقد أنه لابد من مراجعة هذا الموضوع، لابد من مراجعة هذا الموضوع تماما ويطرح للنقاش العام عندما تستقر الأمور. ولا بد أن يكون لمصر مثلها مثل الأمم المتقدمة وغير المتقدمة والأمم المتوسطة، لها هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة أيا كانت، ولها من الضمانات ولها من الصلاحيات ما قد يفوق حتى الإشراف القضائي. لا معلش أنا عايز أرجع برضو لنفس السؤال. إحنا دلوقتي اتفقنا على أن اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة مستقلة. نعم. وغير مسيسة. المفروض. ايه اللي ربط ده بان احنا محتاجين ان احنا عايزين نعمل هيئه؟ لسنا وحيدين في هذا الصدد. ما حدث في مصر هو استثناء، هو في حقيقه الامر. ايه الفرق بين اللجنه والهيئه يا دكتور؟ لا، الهيئه المستقله لا تشكل من قضاه، الهيئه المستقله تشكل من اشخاص. ده تكوينها من الداخل مختلف. ده تكوين مختلف واختصاصات وتدريب وموضوع معقد، يعني لم يعد الامر، وعشان كده الاخطاء كتيره. اخطاء كتيره، والاخطاء قد لا تتصل. الشيء الاداري ده مش مختص بالقضاء. قد لا تتصل بالقضاء. يعني مثلا لما القضاة يتاخروا عن الوصول الى اللجان، مع كل التقدير والاحترام للجماعه القضائيه المصريه، وهي موضع يعني تقدير كبير يعني طبعا، ولها تاريخ وتراث، لكن ادي عندك يعني اجراء بسيط انه لا توجد الاعداد المناسبه من العربات لكي تصل وتامينها لكي يصلوا الى المقار الانتخابيه ويتم فتح اللجان في المواعيد المقرره قانونا.
ولا مثلا اماكن اقامه ولا اماكن للفرز ولا اماكن اقامه. وبعدين ما هذا الهزل الذي يجري خارج اللجان الانتخابيه؟ ما هذه الاعلانات الصريحه الفاضحه التي يقوم بها بعض التيارات السياسيه وللاسف السياسيه الدينيه؟ ايه؟ انت بتحاول تؤثر على الناخب. تعرف في جانب اخر من الصوره ايه؟ معناها محاوله لصلب اراده الناخب، احتقار الناخب بوصفه يمكن التاثير عليه قبل الادلاء بالصوت. لو انت اخذتي ايضا يعني مش بس هو الحكايه ده النظام الانتخابي كله لازم يتغير في المستقبل. هذا النظام الانتخابي المختلط مليء بالمشكلات. خشي لما تشوفي، انا رحت انتخب امبارح، فدخلت فاحد الاشخاص. حضرتك كنت فين الاول؟ في منطقه العجوزه. لا بتاع ده الورق مفروش زي ما يكون قدامك مفرش. ده في ناس كتير كانت مثلاً. بتشتكي بسبب الورق. وده تعرفي بيعمل ايه؟ بيؤدي الى بطء الادلاء بالاصوات. طبعا على ما تلاقي ده انت هنا تتحدثين عن اناس وصلوا من العلم ومن المعرفه درجه كبيره ومن الثقافه والوعي السياسي، فما بالك بالناس البسطاء من ابناء الشعب المصري، اللي هم يعني عطر المصريين الغلابه، زود عليه بسيط وكمان نظره ضعيف شويه والاميه الشديده، ارتباك كمان لما اميه ايه؟ اميه قراءه وكتابه. فما بالك بالاميه السياسيه والاميه الثقافيه وانماط الاميه المختلفه كنتاج لتدهور النظام التعليمي والجامعي في مصر طيله مش 30 سنه، ده من سبعينيات القرن الماضي، من ايام حكم الرئيس السادات، وتدهور في العمليه التعليميه. وده مش باين على التلفزيونات وباين على الكتابه في الجرايد والكلام ده مستوى، وباين من تصريحات بعض رجال الاحزاب وبعض قاده الاحزاب السياسيين، مستوى يعني عيب. هذا لا يليق ببلد عريق كمصر. طبعا. دكتور ياسر تعليقك اتفضل. هو انا متفق مع الدكتور نبيل ان احنا فعلا محتاجين للجنه انتخابيه او هيئه انتخابيه مستقله ومستمره مستقره. مع التأكيد ان احنا ما بنقول هيئه مش لجنه، الموضوع مش في المسميات، الموضوع في ان القضاه مش جوهر العمليه ان هم يقعدوا يكتبوا الاسماء والرموز وترتيب الارقام، فالاخطاء دي بقت سبب كانت سبب رئيسي نتيجه لان مش ده دورهم الطبيعي. للتسييس ظاهره في الاسره القضائيه مع احترامي وتقديري، بدات تظهر في المرحله الثانيه بالذات، المرحله الثانيه بالذات، والادلاء باراء سياسيه في كل الامور. ودي كارثه كبيره بقى. دي يمكن ظهرت امبارح في بعض ابرز مظاهر التسييس كانت ايه طيب؟ يعني البعض كما قيل شجره الدر، مدرسه شجره الدر مثلا في الجيزه. طيب كمل يا دكتور بالتفصيل اكتر فيما يخص التسييس. يعني مثلا في بعض اللجان اللي ممكن يتدخل القاضي، يعني يسيب حياديته ويبدا يخش في مسانده تيار معين مثلا، او التساهل في اجراء معين في مسانده تيار. المشكله الكبيره ان هم، واعتقد ان اللجنه دي ممكن تكون محل طعن كبير وتعاد فيها الانتخابات، ان انا الاقي بطاقات متسوده خارج الصندوق، بطاقات متعلم عليها مش موجوده جوه الصندوق، جوه صندوق الانتخاب. ده من قبل الموظفين اللي بيبقوا موجودين ساعات. ما هو القاضي هو رئيس اللجنه نفسها. طبعا هو مسؤول، رئيس الاداري للجنه. هو المسؤول عن اللجنه دي نفسها. طب انا هضرب مثل تاني، يعني على سبيل المثال وجود بعض رجال القضاء في اللجان السياسيه، زي يعني مثلا المشاركه في المشاورات مع المجلس العسكري بوصفه السلطه الفعليه. واحنا بنتكلم عن المجلس مش عن المؤسسه العسكريه الوطنيه، يعني انا بتكلم على الاداره السياسيه الحاليه للبلاد. تسييس مبالغ فيه وتسييس مفرط. ليه ما نقولش ان هو مشارك كمصري؟ لا، كمصري عنده من العلم والخبره ما يكفي للمشاركه. نفترض ان هذه رفعت قضايا حول بعض القرارات او بعض الممارسات امام المؤسسه القضائيه او امام المحكمه الدستوريه العليا. طيب. وبعضهم قد شارك في مثل هذه الامور. هذا امر يمتنع ان يقوم به رجال القضاء في مصر، لانه لابد ان يكون مستقلا عندما تعرض قضايا ونزاعات بين قوى سياسيه سواء مع او ضد المجلس العسكري. اذا انت سوف تواجهين حرجا شديدا، لان هؤلاء الناس يبدون اراء يوميه بشكل مبالغ فيه. طيب. بشكل مفرط، واحيانا اكثر من رجال السياسه المباشرين الحركيين الذين يتعاملون ويتصارعون على القيم والمصالح السياسيه. فيما يخص المشاركه في اللجان، لكن خلونا بس نرجع لموضوع التسييس فيما يخص المرحله. وده لا يمس على فكره استقلاليه وهيبه المؤسسه القضائيه، لكن هذا النمط اعتقد يؤثر. هسأل سؤال: هل موضوع ان في بعض التجاوزات اللي حصلت بالامس ده كان نوع من انواع التسييس، ولا عدم الدقه في اداره الامر؟ الاثنين خطأ.
لكن انا بقول ايهما من الممكن ان هو اللي يكون السبب الرئيسي؟ عدم دقه ولا تسييس؟ في اغلب اللجان هو عدم دقه، بس في لما يكون المشهد التسييس دي ده المؤسسه القضائيه لو هي كمان بدانا نقول تسييس يبقى يعني ما عادش عندنا يعني حاجه هو القضاه مش معفيين من المشاركه في العمليه الانتخابيه. يعني القاضي ليه الحق ان هو يصوت في العمليه الانتخابيه. يعني احنا امناه على العمليه الانتخابيه كلها، فما نقدرش نقول له صوتك انت معفى من المشاركه في العمليه الانتخابيه علشان الخوف من العمليه من التسييس او كده. لما يكون في معظم اللجان في اخطاء بسيطه، فاحنا ممكن نقول ان ده خطا اداري او ده خطا في المتابعه او قدره على المتابعه او كده، او ده لود عالي على القاضي. لكن في بعض اللجان كان الامور بشكل فج قوي، ازيد من انه يبقى ازيد من ان هي ما خدش باله. يعني لما تلاقي في ورق متعلم بره الصندوق، ما ينفعش القاضي ان هو ما يكونش واخد باله من الامور دي. فهنا بدات الاشاره انه في بعض الورق بيتاخد داخل اللجنه وتحت اشراف السيد القاضي او رئيس المحكمه الذي يدير، او المستشار الذي يدير العمليه الانتخابيه اللجنه في داخل هذه اللجنه او تلك. يعني فاللجان دي نقدر نتنبأ من دلوقتي انها ممكن تكون محل طعن بشكل كبير، وان الطعن يتقبل في بعض اللجان بالشكل ده. طب وبالنسبه لبعض اللجان اللي الناس انسحبت بسبب تغيير الرموز، مش يقدروا برضو ان هم يطعنوا؟ طبعا يطعنوا في القضاء الاداري، والقضاء الاداري يطلع حكم يوقف اعلان النتيجه. في حاجه بتبقى اسمها الشق المستعجل. انت بتجرأ ايه الاجراء القانوني في ده؟ الاجراء القانوني انه بيحدث خطأ في اي مرحله من مراحل او اي اجراء من اجراءات داخل هذه المرحله في العمليه الانتخابيه، بتطعني على هذا القرار امام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله. وفي القضيه بيطلب فيها ايه؟ بيطلب فيها ما يسمى بالشق المستعجل، وهو وقف تنفيذ هذا القرار. فغالبا مثل هؤلاء قد لجأوا الى القضاء الاداري وطلبوا في شق مستعجل بان يتم ايقاف الاجراء الانتخابات في هذه الدائره او تلك او الى اخره، وبالتالي ده بيترتب عليه لو اجريت الانتخابات واعلنت نتائجها يطعن مره ثانيه. بس الطعن الاولاني هو الاساس، وهذا يرتب اولا تشكيك في المشروعيه السياسيه للعمليه الانتخابيه في هذه الدائره او تلك. واذا تكاثرت هذه الدعاوى هنكون امام برلمان مجرح في شرعيته من الناحيه القانونيه والسياسيه. النقطه الثانيه ان ذلك سوف يرتب تعويضات لصالح هؤلاء. طبعا ده خطر. ليه بقى؟ لانه بيتاخد من الفلوس بتاعت سيادتك وفلوس الدكتور وفلوس كل الزملاء هنا وفلوس الشعب المصري اللي احنا بنراجع. ودكتور الجنزوري كان لسه من 3 ايام بيقول ان الحاله الاقتصاديه اسوأ مما توقع بشكل كبير مما جدا. توقع هو، بس لا يجعلها فزاعه. الدكتور الجنزوري مع احترامنا ليه لا يجعلها فزاعه. ده بكى وهو بيقول لا، دي مساله خاصه. السياسه لا تتصل بالبكاء ولا بالضحك. المساله هنا تتصل بمواجهه عقلانيه ورشيده وهادئه لاي مشكله من المشكلات التي تواجه امه او دوله ما في مرحله من مراحل تطورها. الوضع عصيب، ليس سهلا على صعد عديده، مش الصعيد الاقتصادي الاول، الصعيد الامني، لكن ذلك يتطلب عقل وثاب وخيال ورصانه وحسم. بس قبل الحسم لابد ان تقنعي قوى رئيسه، مش كل المجتمع، بانه هذه السياسه هي التي سوف تؤدي للامن، او هذه السياسه سوف تشجع على استقرار الاوضاع، ومن ثم تؤدي الى جذب تيارات من الاستثمار العربي او الاجنبي او المصري الداخلي. ستؤدي الى استقرار الامن. ما حدش ينكر ان الحكومه الجديده لقينا الامن بقى مختلف بشكل واضح جدا، كل واحد بقى حاسس شعور مختلف. لكن قبل ما نتكلم الامن حاله نفسيه، واذا لم تستقر في الوجدان الجمعي او شبه الجمعي بان هناك امن ما، لا يكون هناك امن. الناس حست بذلك لانه وزير الداخليه الجديد فورا راح نازل الى الشارع وبدا يتعامل مع ابرز مظاهر انعدام الامن في الشارع المصري، الفوضى اللي موجوده في الشارع. كل واحد بيبني بمزاجه، كل شخص بيتصرف، وبالذات البائع الجائلين، مناطق يتم الاستيلاء عليها من نهر الطريق، فادى الى اضطراب مروري، احساس سريع بان ثمه فوضى في البلاد. سياسه لا احد يمكن ان ياتي الاستثمار ولا المصريين. سياسه الطبطبه جابت مشاكل كتير. طب خلينا الاول نطلع كده نشوف تقرير في رصد لاراء بعض المواطنين فيما يخص العمليه الانتخابيه، وهذا تقرير كان متعلق بالجيزه تحديدا، ونرجع تاني نكمل نقاشنا.
انا شخصيا عندي 61 سنه، عمري ما شاركت في الانتخابات ولأول مره بنزل، ونزلت امبارح وجايه من الكوم الاخضر لحد هنا في اول الهرم، وجيت تاني النهارده لاني ما قدرتش انتخب امبارح من الزحام اللي كان موجود. فده اكبر دليل على ان فعلا المشاركه في الانتخابات 2011 تختلف عن كل مره فاتت. كنا ننزل ننتخب وما احناش بننتخب اصلا، كان ينفع؟ ما ينفعش. لكن النهارده كل واحد هيحط صوته وهو عارف ان صوته مش هيضيع. انتخبت الناس اللي هم الاسلاميين، اللي هم سياسيين برضو ومتدربين. دول يا استاذ كانوا بينفوهم في انحاء العالم العربي وفي العالم كله. دلوقتي لما عرفوا ان البلد هتبتدي تنتظم وتستقر بدأوا يرجعوا. فوقوا يا اسلاميين، فوقوا يا ناس، لان فيها اطياف كتيره، فيها احزاب كتيره. يعني لو انت اكيد متابع، فيها حاجات حزب الكتله والوفد والثوره مستمره والاخوان احزاب كتيره جدا. فاكيد الكل هيتبارى وهيحاول يطلع احلى ما عنده عشان يفيد الشعب. مش ممكن هنرجع لورا يبقى حزب واحد. فدي حاجه كويسه ان يبقى فيها احزاب كتيره متنوعه، كل واحد يقول رايه. وزي ما بيقولوا التحرير موجود، ده ما عجبناش هينزل يتكلم. الآراء وهي متعلقة بالسيدات تحديدا، يعني كان لافت للانتباه ان في التقرير ده السيدات بس هم اللي اتكلموا، لكن من الجميل ان يتم التعليق في ان ما ينفعش يبقى تيار واحد هو اللي مسيطر على كل الامور، لازم يبقى فيه نوع من انواع التوازن. وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، في ان ممكن يكون من ابرز مميزات ان احنا الانتخابات على اكتر من مرحلة، ان المرحلة الاولى ليها نتائج ممكن ان احنا يعني نشوف ايه الاخطاء اللي حصلت في المرحله الاولى، او التوازنات كان شكلها ايه فيما يخص المرحله الاولى، نراعي ده في المرحله الثانيه والثالثه، ولا ايه يا دكتور ياسر؟ المرحله الاولى هي مدخل للمرحله الثانيه، يعني النتيجه اللي حصلت في المرحله الاولى وتصدر تيار معين او حزب معين مؤشر، لكن ألا يمكن تغييره؟ يمكن تغييره. احنا بس عايزين نفكر المواطن المصري انه احنا انتخبنا في المرحله الاولى 168 من اجمالي كام؟ 678. على رقم سهل يتحفظ. 678 هم اجمالي النواب المنتخبين في المجلسين الشعب والشورى. 678 احنا انتخبنا شعب بس، ما احنا بننتخب في المرحله الاولى بالظبط. لا انا بقول لسه المشوار، يعني هو ده اصلا كان مجلس لا عشان ما يحصلش لبس ان الانتخابات دي متعلقه بالشعب والشورى. لا شعب بس. احنا 498 نائب عن الشعب منتخب، 498 غير العشرة المعينين بعد غير العشرة المعينين، و180 من الشورى منتخبين غير ال90 المعينين. فاحنا بنتكلم في برلمان لحد اللحظه الراهنه اللي احنا فيها هو برلمان بغرفتين، 678 عضو منتخب. دكتور عشان بس برضو ما يحصلش لبس، المرحله الاولى كان 168 مقعد شعب. المرحله الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها 180 مقعد. تمام. ثم لسه عندنا مرحله ثالثه حوالي 150 مقعد، فبيعملوا اجمالي 498 كرسي لمجلس الشعب. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في ان 168 مقعد ده اللي احنا كنا بنصوت عليه فيما يخص المرحله الاولى، والمرحله الاولى كان ليها بعض النتائج ممكن يكون البعض راضي عنها جدا، ومش بنقول ان كان في مشكله في الاصوات، احنا بنقول في ان كان في اتجاه معين هو ده اللي ماشي في المرحله الاولى. هل من الممكن ان اللي كان مقرر ان هو عايز يعمل كذا في المرحله الثانيه او ينتخب فلان او التيار الفلاني يغير من مساره بالزبط. نتيجه زي مثلا ما السيده الفاضله اللي كانت معانا في التقرير بتقول لازم يبقى في نوع من انواع التوازن، لازم يبقى في نوع من، يعني السيده قالت احنا خايفين من نرجع لنظام الحزب الواحد والاغلبيه المطلقه. وطبعا والبرلمانات لما بتتصنف احيانا بتتصنف ايه؟ برلمانات اغلبيات في يعني كل واحد واخد كرسيين 3 4 كده، ودي بتعمل برضه مشكله، بتعمل مشكله عدم استقرار، او انه البرلمان يسيطر عليه فصيل واحد، ودي تعمل مشكله انك انت مش عارفه تمرري اي حاجه من خلال البرلمان، ما يبقاش برلمان ممثل. يعني البرلمان لو غابت عنه صفتين، صفه النيابه عن الشعب وصفه التمثيل للناس، هيبقى برلمان مش ممثل. علشان كده لما يستأثر بوضع دستور
هيبقى دستور غير ممثل، ما ينفعش الدستور يبقى دستور غير ممثل. فاحنا بنقول انه اغلب الناس مش اغلب الناس، في طائفه من الناس من الناخبين المصريين نازلين الانتخابات دي علشان يعملوا التوازن، علشان يعملوا التوازن. وممكن يبقى التصويت في بعض المناطق وبعض الناس تصويت بالاستبعاد، يعني انا استبعد تيار معين وادي التيار تاني عشان اعمل نوع من انواع التوازن ما بين لانه التيارات. حصل على عدد من الاصوات في المرحله اللي قبلي، فانا محتاجه اعمل توازن فيما يخص التيارات الاخرى او الاحزاب الاخرى. ليه؟ لان التخوف اللي كان موجود قبل المرحله الاولى كان تخوف من الملف الامني. التخوف اللي موجود في المرحله الثانيه والضبابيه اللي موجوده من المرحله الثانيه هي تركيبه البرلمان اللي جاي. ما حدش نازل النهارده من بيته خايف من الامن، لكن خايف من تركيبه البرلمان اللي جاي، يعني التوازن في البرلمان القادم. فممكن ده النتيجه اللي حصلت في المرحله الاولى تدعو بعض الافراد ان هم يخشوا عشان يصوتوا في العمليه الانتخابيه عشان يقدر يعمل نوع من انواع التوازن داخل البرلمان. طب قبل ما نقعد ونتكلم عايزين بالتفصيل بقى فيما يخص تركيبه البرلمان القادم والتوازنات اللي المفروض هتكون موجوده بين المؤسسات المختلفه اللي موجوده في الشارع المصري واللي موجوده وماسكه زمام الامور بالنسبه للمصريين بشكل عام. التعليق فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الانتخابات. في الحقيقة السفيرة الأمريكية مش راضية تسيبنا في حالنا. السفيرة الأمريكية مرة ده امبارح بتمر على 3 لجان وبتدلي بتصريحات. السفيرة الأمريكية بتزور رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحتى تعليقه امبارح فيما يخص زيارة السفيرة الأمريكية قال عادي، يعني في سفراء كتير راحوا اللجان وما فيهاش مشكلة. وزيارات بعض أعضاء الكونجرس لبعض الأحزاب بعد نتائج المرحلة الأولى. ايه التعليق فيما يخص الولايات المتحدة واسلوب فرض الوصاية اللي احنا يعني شايفينه قدامنا ده؟ هو يمكن احنا كمصريين ما نقدرش نقبل فرض وصاية من احد ايا كان الدولة او التكتل او مستشار عبد المعز قال ده، شكرتني على العملية. هو ما ينفعش الكلام ده. ليس من حقها أن تمدح وليس من حقها أن والخارجية الأمريكية بتشيد بالعملية الانتخابية، يعني احنا بنروح بنشيد بالعملية الانتخابية بتاعتهم. المشكلة إنه المشكلة إنه في قوة كبيرة جوه الولايات المتحدة الأمريكية وفي قوة داخل المجتمع المصري، في تشبيكات كبيرة، يعني ما هواش علاقة فردية ما بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مثلا والمجلس العسكري اللي هو قام بالسلطات دلوقتي في مصر. لا، في قوة كتيرة جوه الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة مثلا من نتيجة الانتخابات، عايزة تطمن لنتيجة الانتخابات، بس ده لا يستدعي ان احنا نفتح العمليه داخل مصر، انه ننتظر مثلا مدح زي ما قال الدكتور نبيل من السفيره الامريكيه او ننتظر نقد من السفيره الامريكيه او اي سفير مرفوض تماما، او اي سفير في الشؤون الداخليه المصريه في دوله مرفوض تماما ويمس السياده. النقطه الثانيه انه طب قبل ما ندخل على الثانيه احنا ساكتين عليه ليه؟ طيب هذا لا يعني هذا شأن السلطه الفعليه في البلاد أن لا تسمح رئيس اللجنة بيقول شكرتني يعني واخد الموضوع عادي جدا. أنا أعتقد أنه قد جانبه التعبير أو قد جانبه الصواب في هذا الصدد. أنا بتكلم من الناحية السياسية. يمتنع على أي رجل سياسة وتحديدا إذا كان بيمثل دولة ودولة كبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية أن يأتي لكي يراقب بذاته العملية الانتخابية. هذا ليس شأنه، ولا أن يمدح ولا أن ينتقد، لكن هذا شيء. وأن تراقب المنظمات الطوعية على المستوى الكوني العملية الانتخابية، هذا أمر وتقليد عالمي تأخذ به الدول الصغيرة. ما بالنا بدولة عريقة؟ ماذا نخشى؟ ماذا تخشى السلطة الفعلية في البلاد؟ ماذا تخشى الهيئة العليا المنظمة للعملية الانتخابية؟ احنا بنتكلم على مراقبة دولية نوافق عليها أو ما نوافقش، لكن مش لكن مش الزيارات دي. الكلام عن رفض بمزاجهم لده مش ده، العالم كله بياخد فيه. طب معلش حضرتك وضح بس للسادة المشاهدين. في الولايات يعني المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في ألمانيا، في إيطاليا، في كل أغلبية الساحقة من دول العالم هناك منظمات عالمية معروف عنها الخبرة. أولا انت مش أي حد جاي تروح تتفرج على المعركة الانتخابية، ده بيراقب، وهناك معايير وهناك شخصيات مدربة على مراقبة العملية الانتخابية، وهم يمثلوا المجتمع المدني الكوني. ودي اترفضت عندنا في هذه الانتخابات أعتقد، ثم سمح إلى حد ما لبعضهم، لكن في البداية رفضوا بشدة. لماذا؟ أنت طرف محايد، يفترض السلطة الفعلية في هذه المرحلة وحتى بما فيها الهيئة العليا محايدين، فلا يضيرهم إطلاقا أن يأتي
منظمات اهليه